يا مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله. ويعود علينا الأيام الجميلة دي واحنا كلنا بألف صحة وسعادة، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الرز المعمر الفلاحي على أصوله، بوش لونه ذهبي جميل، ريحته فظيعة، طعمه يا جماعة في منتهى الجمال. الرز مستوي ومفلفل في نفس الوقت، وطعمه لذيذ بطريقة مش طبيعية، حلو جدا. يعني تاكلي المعلقة منه كده كأنك بتاكلي معلقة قشطة. انسي بقى كل وصفات الرز المعمر اللي انتي عملتيها قبل كده واعتمدي الطريقة دي، سهلة وبسيطة جدا، وهي دي الطريقة بتاع امي اللي طول عمرنا متعودين عليها. سهلة وبسيطة وطعمها تحفة جدا. مفيش عزومة في رمضان بتخلى من طبق رز معمر كده محطوط على السفرة او على الطبلية. صدقيني كل اللي هيدوق الرز المعمر ده هيسألك انتي عاملاه ازاي. حلو قوي يا جماعة، طعمه بجد فظيع. تاكلي معلقة منه من هنا، بصي حاجة كده تجنن، غني جدا جدا، والوش بتاعه فظيع فظيع فظيع. الرزاية مستوية دايبة خالص وفي نفس الوقت مفلفلة، بصي حاجة كده من الآخر. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. اول حاجه انا معايا كيلو الا ربع من الرز المصري مغسول كويس جدا. لو هتعملي في الطاسه اللي زي دي يبقى كيلو الا ربع، لكن لو انت عامله في اكبر من دي اصغر من دي زي ما انت عايزه، لازم الرز ما يوصلش لنص الصينيه اللي انا عامله فيها. تمام، عشان لما ينفش كده ما يخرجليش بره الصينيه، وبرضه عشان اللبن اللي هحطه. معايا هنا معلقتين كبار من السمنه، يفضل طبعا طبعا انها تبقى سمنه بلدي. معلقه صغيره من الملح، معلقة صغيرة من الملح، ما نكترش عن كده. ومعايا معلقتين اتنين كبار كده من القشطة البلدي اللي هي وش اللبن. انا كنت مطلعة الحتة دي من الفريزر فما كانتش لسه فكت قوي. تمام، بس كان فاضل وقت صغير على المغرب فكنت عايزة انجز، فحطيتها متجمدة. وبدأت ان انا اكسرها كده بالمعلقة، وهي تدوب ما تقلقيش. واقلب الرز كويس قوي مع الملح مع السمنة مع القشطة، اقلبهم كويس قوي قبل اضافة اللبن. طيب لو سألتيني سؤال دلوقتي، ينفع استغنى عن اي حاجة من اللي انا حطيتها على الرز؟ لا، كل حاجة من دي ليها فايدة وليها اهمية. السمنة هتخلي الرز مفلفل، والقشطة هتطعم الرز وتخليه دايب كده وفظيع، وريحته بقى هتقلب المكان كله. بعد كده ما نغلف الرز بالسمنة والقشطة كده ويتطعم، هبدأ ان انا اضيف عليه بقى الحليب. الحليب دوت يا جماعة كامل الدسم، جايباه من عند اللبان بقشطته بخيره كده. هبدأ ان انا اضيفه على الرز. طيب الحليب مقداره قد ايه؟ لازم يملى الصينية اللي انا عاملة فيها، يملاها على الاخر. انا هحط مقدار الحليب كله، بس انا بضيفه شوية بشوية. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى انا حاطالكوا حاجات افتراضية جدا اهو، مش لازم تمشي على المقدار اللي انا عاملاه. لازم الرز ما يعديش نص الصينية اللي انا عاملة فيها، ولازم الحليب يملى الصينية. تمام تمام، تعالوا بقى نشوف التسوية. سواء يا اجمل ناس في الدنيا، هتعملوه في فرن غاز او في فرن بوتاجاز، ده هيسويهولك وده هيسويهولك وهيطلعه زي الفل. في بداية التسوية النار بتكون عالية جدا. اول كده ما الرز يبدأ ياخد لون وتحسي ان اللبن اتشرب، ببدأ ان انا هدي النار شمعة شمعة يا جماعة، عشان بقى يستوي براحته وما يتحرقش مني وياخد لون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ ولا ريحته بقى في الوقت ده كأني كده بعمل فطير مشلتت بالسمنة البلدي، ريحة حاجة كده خير وبركة. والله يا جماعة طريقته بصوا هتعدي الخيال كده، مفيش حاجة توصفها غير ان انتوا تجربوها وتدوقوها بنفسكم. تعالوا بقى نقدم الرز ونشوف شكله عامل ازاي. بصوا اللون بتاعه بينور، والله لون بينور، لونه ذهبي جميل قوي. انا عايزه اقولكم على الحقيقه شكله اجمل من كده بكتير كمان. لونه حلو قوي يا جماعه، الرز لسه سخن مولع وهقطعه لكم وهتشوفوه عامل ازاي. اول مره اعمل وصفه مش لاقيه لها كلام اقوله. حقيقي عايزين فيديو كامل كده نقعد نتكلم عن حلاوه وجمال الرز المعمر. حلو قوي يا جماعه، الرزايه دايبه ومستويه وفي نفس الوقت مفلفل. يعني عايزاه قطعه بقطعتها كده هتقطعيه، عايزاه مفلفل بالمعلقه كده هتفرديه هتلاقيه فلفل وبقى فظيع. شايفين بقى لون الرز من جوه ابيض زي البفتة،
وطعم بقى بطريقة مش طبيعية، تاكلي معلقة الرز كده وتروحي لعالم تاني، كأنك بتاكلي حتة قشطة. هو ده الرز المعمر الفلاحي على أصول أصوله، مش هتلاقي طريقة أسهل ولا أضمن من دي. أنا بديكوا الوصفة وربنا شاهد عليا، والله يا جماعة عمري ما بديكوا وصفة لما بكون مجرباها مرة واتنين وتلاتة وتكون ناجحة معايا 100%. جربوا الرز المعمر الفلاحي على طريقتي ومتأكدة انه هيعجبكم، وعايزة منكم دعوة حلوة. شايفين شكل الرز عامل ازاي يا جماعة؟ يجنن، مش قادرة انهي الفيديو. يا ريتكم كلكم كنتوا معايا ودقتوه. حلو قوي يا جماعة، وشه فظيع. جربوه، مستنية رأيكم فيه. وبس كده، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة وكلكم تعملوه تقولوا لي ايه رأيكم فيه. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم.